اتوقع على البيان؟ انا ده احسن منه في ايه؟ عشان انا بحب ماما. يعني عشان شباب بقى وفكر جديد وكده وخلاص. يمكن الراجل ده يعمل حاجة يجيب لنا شغل ولا حاجة. لان جمال انسان كويس يا جماعة بيخاف على بلدنا. طب انت تعرف ايه عن جمال مبارك؟ راجل 100 100. تعرفي جمال بيشتغل ايه؟ ابن جاي. ايه؟ ابن الرئيس؟ بيشتغل في حاجات كتير، يعني بيخدم الناس وبيعمل لهم مشاريع كل حاجة. المعبود فين؟ طبعا. لا ما اعرفش، بس ما دخلش مدرسة بصراحة. طب انت تعرفي الانتخابات دي امتى؟ انا مش عارفة، لسه مش عارفين. شهر 10 السنة دي؟ تمويلات حضرتك من مدعمين مصريين، رجال اعمال وشباب وناس بسطاء، كله بعت لي عشان يدعم الحمله. النهارده احنا في منشيه ناصر مدعمها الاستاذ داكر عبد الله، وفي 6 دوائر مدعمهم الاستاذ محمد عليوه في شمال القاهره، وفي قنا الدكتور خالد عمر النجار مدعم محافظه قنا وطبعا 1,200,000 على حسابه الخاص. وفي الدقهليه الاستاذ الموافي عبد الله الموافي ده طبعا لمحافظه الدقهليه، والدكتور حسن سيد حسن. هو حضرتك لان هي منطقه شعبيه وفيها ناس البسطاء، فانا حبيت اوري ان الشارع المصري بقى اللي هم ابسط الشعب وهم بيدعموا السيد جمال. احنا 4 كنا اصدقاء على الفيسبوك، انا والاستاذ محمد كتاب والاستاذ احمد بلال. فكرنا ان احنا نطلق موقع الكتروني ونجمع توقعات. لقينا في خلال ساعات من انطلاق الموقع في 1/8 جمعنا 6000 صوت، وبعد كده ابتدينا نتلقى العروض في طبع ان الناس تدعمنا. فالتدعيم ما بناخدش فلوس، هي الناس بتجيب لنا خدمات. ده مطلب جماهيري للشباب هنا في منطقتنا، وقلنا هنشارك في المثال الاهم للشباب عندنا، واحنا بعملنا بحب وبتطوع من مجموعه من حوالي 300 شاب موجودين في منطقه مصر، عدد حوالي 1100 توقيع في حوالي 3 ساعات ونص. احنا هنكمل حملتنا لغايه ما نوصل ل 200,000 توقيع. فاحنا عايزين نوصل للعالم كله ان الشباب، مجموعه الشباب الموجوده في منشيه ناصر او في القاهره هنا، احنا عايزين واحد يمثلنا من الشباب، واحنا شايفين الاصلح لمصر وللشباب السيد جمال مبارك. مش عايزين حماسه يقل، احنا لسه في اول يوم.